يعني بده شوية دايت بتهيألي. انا بحكي على ابني بس ما بحب حدا يحكي عليه. شوية دايت، علكة. ما حدا هيجي يعايره بأبوه، أبوه كان يطلع يعمل شغلات ما إلها قيمة على السوشيال ميديا. قديك انت بكي؟ ضليتني صفمان هيك بجوز طول الدوام عامل هيك، مش متعود أنضرب. قديش الحياة شوي بتكون ظالمة أحيانا. هربت من المدرسة. ضربت؟ عامل بالكينج ضخمان. أنا هون بكون ضحية. شعر قصير ولا شعر طويل؟ والله أنا اشتقت للشعر الطويل. بتخاف من الفقد أو الخيانة؟ ولا لحدا، إيش فيه؟ اوكي، لا قاعد مع فاشن لا ديزاينر. بنحكي. شو كان ردة فعل أهل زوجتك؟ كنت بديش أعمل عرس أصلا. مرحبا عزت. هاي سلام، كيفك؟ كيفك؟ شو تمام، ماشي الأخبار؟ الحال. يا أهلا. تفضل. زيد فضلك. كيفك؟ ممتاز. شو الأخبار؟ بجنن، شو أخبارك؟ سلمت على علكة ابني؟ كيفك؟ سلمت. سلمت؟ طبعا لأنه علكة هو جزء أساسي من علكة. علكة مثلي شوي مغير ستايله. ايه مغير ستايله. هلا حسب نحن بننقي له كل مرة شابو غير. اها، عرفت كيف؟ يعني إذا عندك شي أفكار لعلكة شابو أو يعني هيك بده شوية دايت بتهيألي. مش مشكلة، بخليه يعمل دايت معي. أنا بحكي على ابني بس ما بحب حدا يحكي عليه. شوية دايت، احنا إيه بدنا إيه. نساعده مش أكثر. لا بالعكس، أنا بحبه منزلز. اوكي. منزلز صح؟ أهم شي يكون منزلز. عزت كيفك؟ ممتاز. تمام؟ عزت، أنا كتير بتشكرك إنك أنت موجود معنا ببرنامج مش مشهور. أنا مبسوطة إنه في معنا عزت الشجاع، عزت القوي، عزت العالم كلها بتتعلم من وراه، عزت اللي هو يعتبر مدرسة للناس حالياً من خلال السوشيال ميديا، من خلال الفيديوهات اللي أنت عم تعطيها للكل. عزت أنا بعتبره قدوة لكل حدا مش قادر يوصل لشي، فأنا كتير مبسوطة إنه عزت اليوم معنا ببرنامج مش مشهور. خجلتيني. لا، هيدا أقل شيء إني أقوله عن عزت، لأنه هيدا الواقع يلي الأشخاص كتير ما بتشوفوا على السوشيال ميديا. الناس بس بتشوف الفيديوهات اللي بتبلش تحكي عن الأشياء اللي هي أكيد رح نحكي فيها أنا وياك أكتر، بس ما بتشوف بالضبط عزت مزبوط. يعني أنا كل مرة بتطلع على فيديو من فيديوهاتك بكون مصدومة وبرجع بقول يا الله، هيدا البني آدم بيعطي جزء ورسالة للعالم، جزء حلو ورسالة للعالم أحلى من أي مرة بأي فيديو بينزل فيه، وكل مرة بتصدم العالم بشيء حلو أكتر وأكتر. الحمد لله. كرمال هيك أنا بعرف إنه في كتير ناس بتعرف من هو عزت، وأكيد بعرف من تجربة عزت، لأنه بعرف إنه منا تجربة هينة أبدا. بس تجربتك هي درس لكل واحد فينا، لشخص عنده حالة مثل حالتك أو كشخص ما عنده حالة مثل حالتك. أنا بعتبرها إنه أنت بتعلم الكل بهالأشياء. فكرمال هيك اليوم ما رح نحكي عن تجربة عزت، رح نحكي عن أنا عزت. اتفقنا. رح نحكي شوي مين هو عزت، لأنه كل عام تعرف تجربته. نحن ما نحكي عن عزت الشخص، الولد، شو صار معه، شو الاشياء اللي واجهها، وما نحكي شوي على نتطمن كيف عزت هلا. فكرمال هيك رح بلش لك باول سؤال، قل لك انت هلا كيفك؟ ممتاز، بجنن. الحمد لله، هيدا اهم شيء. أكيد الحمد لله. خبرنا كيف عزت؟ عزت منيح، عزت كثير منيح، ممتاز الحمد لله، قوي كالعادة وقد حاله. هذا عزت. الحمد لله، هيدا اهم شيء. 100%. احكي لنا شوي عن عزت العالم بعيد عن السوشيال ميديا. بعيدا عن السوشيال ميديا، حاليا أب لطفل بجنن وزوج كتير منيح، وهذا الحكي بشهادة زوجتي. ابن كتير بار الحمد لله بأهلي،
وإنسان ملهم، وهذا أهم شيء، هذا أكثر شيء بكون مبسوط فيه، إني ملهم ومؤثر إيجابي. دائما بحكي للناس أنت مش مهم تكون مؤثر، أنت ممكن تكون مؤثر سلبي. أنا فخور إني أنا مؤثر إيجابي. دائما بحكي للناس بقول لهم أنا فخور إنه بكرة بس يكبر ابني ما حدا هيجي يعايره بأبوه، أبوه كان يطلع يعمل شغلات ما إلها قيمة على السوشيال ميديا، أو أبوه كان يتهبل. هيحكوا له بالعكس أنت ابن عزة اللي غير بمجتمعه، غير بواقعه. فهذا عزة الإنسان، فخور بنفسه، واللي إن شاء الله هيخلي كل اللي حواليه فخورين فيه. أمير، أنا بتشكرك كثير لأنه صراحة هذا الشيء اللي نحن بنشوفه ورا السوشيال ميديا، حتى الأشخاص اللي مش شايفة هذا الشيء واللي ممكن تكون عم تحكي بطريقة سلبية عن عزت، اليوم بنوجه لها رسالة لأنه بدنا نشوف بالضبط عزت الأساسي اللي من جوا. أنا بدي أعرف بالضبط عزت لما بلش يستوعب هو صغير الحالة اللي هو فيها، كيف طلع أو بلش يتأقلم مع الوضع، لأنه أكيد أنت كطفل خلقت بهذه الحالة، أكيد بعرف أنه أهلك كان في لهم دور كتير كبير بهذا الموضوع. بس حكي لي أكتر على شعورك، إحساسك، كيف كنت عم تحس بهذا الشيء، واحكي لي شوي عن أيام المدرسة. أوف. طيب هلا كطفل يعني يمكن أول الأشياء اللي بديت أحس إني مختلف فيها إني كل ما ألعب بتكسر، هذا أكتر شيء كان يضايقني. هلا أولها ما كنت أفهم ليه والدتي بتمنعني ألعب أشياء معينة زي كرة القدم، الكاراتيه، المصارعة، الأشياء اللي الأولاد بحبوا يلعبوها. فكنت أحاول ألعب من وراها وكنت أتكسر دائما. بعدين صرت أفهم هذا الشيء، فصرت بدل ما أحكي للأولاد تعالوا يلعبوا معي لما يجوا عنا قرايبنا أو أصحاب أهلي، أقول لهم بعدوا عني. هون كنت أفهم إنه هم كيف طفل بحكي الأطفال بعدوا عني. بس أنا كنت لأني مجرب وجع الكسور وعارف قديش بشع، كنت ما بدي ألعب، بس بالمقابل إني ما أتكسر. بعد ما يمشي الأيام شوي أنسى الوجع، أرجع بدي ألعب. يعني كنت أسرق الجرابات تبعتي أعملهم طابة، لأنه ممنوع الطابة تفوت على البيت. أحاول بدي أشوتها برجلي تنكسر رجلي، فأرجع أقعد فترة طويلة. بعدين أصير أشوتها بإيدي ينكسر إصبعي، بعدين بطلت بدي ألعب طابة. حسيت إني مختلف. يمكن أول مرة أهلي بحياتهم ما حسسوني إني مختلف نهائيا. يعني حتى بالشغلات اللي كنت أنا مثلا إنه أنا اللي بمشيش يغيروا الموضوع ما يحكوا لي، بس مفهميني إنه لازم تدير بالك. أول مرة حسيت حالي فيها عن جد مختلف يمكن لما كنت إنه مش قادر أروح على مدينة الملاهي. يعني كان في ألعاب ومدينة ملاهي، كنا إحنا سكان العقبة أصلا، بدنا نيجي على عمان وما بزبط. فبتذكر انه امي قالت لي خلص ما راح نروح، قلت لها لا خدي اختي الكبيره والصغيره وانا ما بروح. فهون كنت قادر افهم انه انا ما بدفع اعمل كل شيء. ما كان عادي، لا كنت متضايق بس ما كنتش كتير زعلان. كنت اواسي حالي. شوفي انا كتير شاطر باني اواسي حالي لغايه الان. يمكن هذا السر ما حدا بيعرفه. اذا انت قدرت تواسي حالك مستحيل حدا يهزمك. يعني انا ما بستنى حدا يواسيني، دائما انا بواسي حالي وبقوي حالي، فبتكون الامور تمام. بعدين اجت المفاجأة الكبرى، وهون حسيت اني مختلف كتير، وهاي يمكن اكثر فترة بكرهها، بس هي الشيء المسؤول اللي خلى عزت هيك زي ما انت شايفتي هذا الشخص القوي، اللي هي فترة الدراسة. يمكن حكيت كتير بهذا الموضوع بس مهما احكي عنه يعني مستحيل اوصل الشعور اللي كنت احسه. المدرسة الداخلية باختصار، يعني كان القرار عند ابوي وامي وتحديدا امي اصرت انه لازم تدرس. فيش مدارس لذوي الإعاقة، ما في. أقرب مدرسة كانت بعمان وهي المدرسة الوحيدة. فوالدتي مش مشكلة يبعد عنا بس يدرس، وأنا مش فاهم ليش أبعد عنهم. وكانت بالمناسبة أول مرة بقعد على كرسي متحرك، ما كنتش عارف شو يعني كرسي متحرك أصلا. فحطوني عليه، فكرته لعبة، بس بعدين عرفت إنه لا، هذا لعبة حياتي حيكون. أي سنة بلشت على كرسي متحرك؟ هلا انا ما فيش مشيت وعمري 3-4 سنين. كنت امشي يعني يا دوب خطوتين اوقع انكسر، اقعد 6 اشهر ارجع امشي بعدين. بس اخر مره مشيت على 5 سنوات، مش متذكر بعد اصلا، مش متذكر لما كنت امشي. يعني انا كنت طفل، في عندي كم من صوره الي وانا واقف، بس مش متذكر منهم شيء ابدا. متذكر وجع الكسور بس المشي لا. ودوني على المدرسه هاي، وهناك عرفت وتاكدت اني مختلف تماما. قد ايه قعدت بمدرسة الداخلية؟ 6 سنوات. وكنت كل قد ايه تشوف اهلك بالصيفية؟ لا، كان المسموح كل أسبوعين يجوا زيارة، بس أنت في عندك أسابيع تيجي مثلا زي ثلجة ال97 بتهيأ لي، هاي الأردن كلها عرفتها، سكرت البلد أشهر مع بردان وخايف وما فيش أهل.
كان مرات مثلا يصير ظروف عند اهلي ما يقدروا يجوا، العقبه بعيده كانت واصلا جاي ما كانت سهله، وكانوا يتناوبوا، يعني مرات يجوا ياخذوني ابوي وامي، ومرات تيجي بس امي لحالها يعني اكثر مرات كانت تيجي هي لحالها. وطبعا هي، ما انا عندي اختين كمان اطفال كانوا، يعني شيء اكبر مني بسنتين وشيء اصغر مني ب4 سنين، تضطر تتركهم. والدتي تعبت انه يعني بيني وبين خواتي. اول سنتين صعبين، بعدين خلص فهمت انه لا، بدك تكون قوي. هلا كنت ازعل كل مره اروح بالعطله الصيفيه وانا راجع البكا والعياط هو، بس بعدين مشيت الامور. قد ايه كنت تبكي؟ اول يوم طول اليوم كنت ابكي، بس ما هو انت بتوصل لمرحله بتعرفي انه البكا ما بيجيب نتيجه، بتبطلي تبكي، بتسكتي. يعني مرات بيحكوا لك الانسان الساكت ما عندوش مشاعر، لا، الانسان الساكت هو بكل بساطه جرب كل انواع المشاعر وما جابت نتيجه فاختار السكوت. وهذا الحكي طبعا لما تكوني طفل يعني وتتعلمي هاي الشغلات على بدري صعبه 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 كثير. بفهمك، بس بتقوي كثير. في حدا عندك بالمدرسة الداخلية كان بتحسه انه هو كان واقف حدك بهذه الظروف؟ كنا مسخمين سوري على اللفظ. لا ليه، احنا اطفال، سلام اطفال، وكل طفل وراه قصه، كلنا نجتمع بشغله واحده، بدنا امنا، يعني بفرصه الاولاد بيطلعوا يلعبوا، احنا كل واحد يطلع يحكي للثاني انه انا اشتقت لامي وانا اشتقت لامي وانا اشتقت لامي، نقعد نبكي ففيش حدا يمكن لانه كلنا بدنا امنا، الا كم من طفل كان امه متوفيه او امه ما بدها اياه، فكنا نحس انه احنا بخير مقابل هدول الاطفال. يعني انا بتذكر كتير منيح طالب انحط بالصف الاول واهله ما رجعوا اخذوه نهائيا، ومتذكر اسمه كامل لغايه الان، ومتذكر مناظرنا بالعطله الصيفيه باخر يوم بدوام يجوا اهلنا ياخذونا، ومتذكر كتير منيح يضلوا قاعد ما حدش ياخده. يعني انا متذكر ملامحه، متذكر كيف كان يتطلع على الاولاد على الناس، متذكر لما نرجع احنا كل واحد جاي بهداياه باغراضه وهو نفس وقفته وقعدته مش عم بيعمل شيء. قديش الحياة شوي بتكون ظالمة أحيانا؟ مش ظالمة، شوفي بجوز كلامي مش الكل يقدر يستوعبه. انت لما بدك تطلعي حدا قوي ما بنفع تحكي له كون قوي، بدك تعلميه بالقوة يكون قوي، فبدك تعرضيه لمواقف صعبة، لأنه إذا ما تعرض لهي المواقف مستحيل يكون قوي. وممكن تكون أحيانا يعمل ديبانس حسب تعريف القوة. في اشياء قوة لكون انا شخص منيح وساعد حالي وساعد غيري، احيانا بتكون هيك اطفال ممكن يتعرضوا لهيك نوع فراق ممكن يأثر انه يكون قوي، بس بيكون بقوي بردة فعل سلبية. هو اللي بيختار سلام. كل انسان بتعرض فينا، كل انسان بتعرض لموقف. هلا المواقف تفرق من انا عارف انت عندك بحياتك مواقف وانا عندي بحياتي مواقف، انت اخترت تستسلمي، لا اخترت تكوني قوية بتنمر، لا. وانا ما اخترت زيك. هلا اللي اختار انه ضعفه هذا او مشاكله هاي يترجمها بقوة ضد غيره، المشكلة عنده. شوفي السوء اختيار، والقوة اختيار، والمواجهة اختيار، والضعف والهروب برضه اختيار، احنا اللي بنختار. صح. الدنيا صعبة، ما شوفي ابدا الحياة مش سهلة، كل اللي بيسمعوني انا واثق مرت بحياتهم اشياء صعبة، هم اللي بيختاروا ايش بدهم يعملوا بعد هذا الشيء. انا عن جد شكرا يعني على شجاعتك. يعني انا مثلا قديش صار لي بعرفك، وقديش مثلا اكيد قبل الحلقه بكون عم شوف مين هو عزت لاعرف كيف بدي شو الاشياء اللي لازم اعرفها عن عزت. بتشكرك على جرأتك انك قلت انه انت كنت بمدرسه داخليه، وهذا الشيء كتير برافو. في ناس كتير ما بتحب يعني انه يطلعوا ويخبروا انه هن كانوا بمدرسه داخليه، فهذا الشيء كتير حلو. طب بعد 6 سنوات اللي بقيتم بالمدرسة الداخلية وين رحت؟ بلشت المتعة، رحت مدرسة حكومة. اسمعي اول يوم مدرسة الحكومة ما بنساه. انا على سوري بس عم بضحك مدرسة الحكومة. لا بشيء بضحك كثير مع مدارس الحكومية. شوفي المدرسة الخاصة اللي كنت فيها بالنهار انضباط، يعني انت النفس محسوب عليكي، واصلا انت حياتك بس بالنهار، لانه مجرد ما تخلص المدرسة معك ساعة تتغدي وتغسلي وتنامي. فانا رحت على مدرسة حكومة، انا بتذكر لغاية اليوم اول يوم الي ناس بتركض وبنطوا، طبعا الكل بيمشي، هاي كانت بحد ذاتها شيء غريب انه واو الناس بتمشي لسه، الفاظ ما بعرفها بدي كنت مترجم عشان افهم المصطلحات اللي عم تنحكى.
اولاد بيضربوا بعض وبتطاوشوا، وهذا بجيب شيبس وعلى المقصف هم مش واقفين لاين، لا هم بنطوا فوق بعض، وبيجيك ولد بيحكي لك كلمه فانت نعم شو ما مش فاهمه. كثير شغلات غريبه، بس انا كنت مستمتع في حياه. المدرسه الداخليه ما فيها حياه، فيها كثير، فيها اشياء بشعه. كنت مستمتع اني حروح على القليله، انا 6-7 ساعات وبدي اروح. اوكي يعني بتذكر لهلا اول عصايه اكلتها من الاستاذ ضليتني صفمان هيك بجوز طول الدوام عامل هيك، مش متعود انضرب. ضربك؟ هلا ضرب تنضربي انت، بس انه ضربني بالبربيش بجوز الدرس حكومه بيعرفوا. كان في عصايه بيضة هي ماسوره، بس بتهيألي ماسوره مي صحيه بلاستيك، وبيجيبوها بيضربوا فيها الاساتذه. فاول عصايه اكلتها انه الاستاذ قال لي انا ضربتك عشان الطلاب يعرفوا انك زيك زيهم. ما فهمته وقتها، بس هلا فهمته، وشكرا على العصايه هديك. هو اللي صار انه في عريف بسجل الاسماء، وانا حكيت فسجل اسمي، فضربني الاستاذ، وضربني مغاوزه يعني، هو مش ضربه قويه. بدنا نقرب علي، قال لي عشان الاولاد يفكروا ويحسوا انك زيك زيهم. هلا بس كبرت بقول لك شكرا على العصاي. لانه الصف كله عرف انه هذا زينا عادي، بنضرب بروح وبيجي. ما حدا حيطلع عليه بشفقه. لا بالمدرسه الحكوميه ما فيش حدا طلع عليه ابدا بشفقه. لا وهو برافو عليه عمل هذا الشيء اذا بينك برافو وبينه. عليه. واسمعي، والطلاب كلياتهم كنت مبسوط معهم. كنت حل لهم مشكله كبيره، لما نلعب طابه ما حدش يرضى يصف حارس. انا بدي العب طابه، وين بقدر اصف حارس؟ فصرت اكثر حدا بابيولر، كنت كتير محبوب بالمدرسه. اي لعبه طابه جيبوا عزت، والكرسي تبعي بسكر مساحه كبيره من الجول. يعني الفريق اللي بكون معاه بفوز. يعني هلا اذا واحد بده ياخذك على لعبه فوتبول، هلا بلعبش بطلت بس يس. بس حلو بياخذوك انت هيدا بتفكر. وصدقيني الاطفال بالعمر، يعني انا طلعت من المدرسه الداخليه صف سابع اللي هي اول صف حكومي، ما بحياتي من السابع للتوجيهي حدا من اللي معاي بالصف حسسني اني مختلف. كان عندي اصحاب وكنا نتطاوش. بتعرف مدرسه الحكومه في واحد اللي بيكون ماسك الصف، العريف. لا غير العريف، الازعر تبع الصف المخاوي على الصف. ايه. فعادي اتخانقت انا وياه مره، هلا ما صارش ضرب، بس يعني عاملني زي كاني واحد من الطلاب. هاي الشغلات الصغيره مهمه. هربت من المدرسه 100 مره. هربت. اسمعي كيف هربت؟ طيب اوكي بدي احكي لك اياها. هلا درست بمدرسه اسمها المعتصم، بعدين كتيبه، بعدين رحت على مدرسه اسمها رشيد طليع. رشيد طليع رحت عليها صف 8 9 10. لا اول ثانوي كمان. وين موجوده؟ بالجاردنز. رشيد طليع اصلا مدرسه نقل تاديبي. كل الاطفال المشاغبين واللي مشكلجيه بنقولهم عليها، بس هي المدرسه الوحيده اللي منطقتنا فيها طوابق ارضيه. اوكي، فانت حطوك فيها، فحطوني معهم. حطك معهم. هلا الطلاب هناك اللي جايين كلهم المشكلجيه بس انا كنت مستمتع. فالتمينا اول يوم شو اسمك شو اسمك بلا بلا بلا. ثاني يوم تشلف. شو يعني تشلف بالضبط؟ هلا تشلف يعني تهرب. هلا هم كيف بهربوا؟ بحطوا ايديهم هيك وبدعس فبنططوه فوق السور بهرب. فانا كيف بدي اهرب؟ كيف بقدرش انط؟ بعدين خطر ببالي فكره، غرفه المدير على باب المدرسه وشباكه هيك الارتفاع تبعه، فهو بكون قاعد هيك شايف اي حدا رايح وجاي. قلت لهم انا اذا وطيت هيك هو ما راح يشوفني، وهربت. وتاني يوم بالطابور الصباحي، الله يسهل عليه ويعطيه طولة العمر اذا لسه عايش، اسمه صقر ابو شعير المدير، رجل تعليمي مدير فاضل جدا ومحترم. على الطابور الصباحي عزت دبلان قال لي تعال. قال لي انت هربت، انا بس سؤال واحد، كيف هربت؟ انا ما بدي منك، كيف هربت؟ قلت له اعطيني الامان. قال لي امان مين؟ بدي اضربك 300 عصايه بدي اعرف كيف هربت. قال لي يا زلمه الناس طلعتوا عن السور، انت كيف هربت؟ انا طول اللي بفكر انت كيف هربت. قلت له هيك قاعد طول الليل عم بفكر كيف نط. طب كيف نط؟ كيف نط؟ فحكيت له هيك صفن في هيك ولقى حل. صار لما يوقف على الشباك يقرب يطلع هيك، فما صار الهروب صعب. يعني زدت اكثر شيء اعطيته حل. اعطيته حل، بس طلعت بعدين بحجج ثانيه. مره الكرسي خرب، مره مش عارف ايش، كنت اهرب تخافيش. المدرسه الحكوميه من احلى مراحل حياتي. كنت كثير مبسوط فيها، حتى فتره مراهقتي كانت كثير حلوه بالشارع وبالحاره، وهاي القصص كانت كثير مبسوط فيها. هو حلو، رح نحكي شوي عن الحاره وعن الشارع وهالاشياء، ورح نشوف بالضبط شو الاشياء اللي اكثر شيء عزت بحبها. عزت شو كان انت هلا يعني شو كان عبالك تدرس؟ انا كنت بحب علم النفس. بتحكي بالجامعه انت صح؟ وكان نفسي ادرس علم نفس، وقرات علم النفس ودرسته لحالي بس مش بالجامعه، لانه قعدت انا ووالدي وقال لي يعني تخصص حلو بس صعب تشتغل فيه، يعني شرح لي كذا شغله فاقنعني واعطاني حريه تانية، فاخترت التسويق. تسويق ماركتينج.
لا بس انه برافو عليك، يعني انه قادر انه تقوم بشغل اشياء تسويق، بس نفس الوقت قادر كمان تقرا عن علم النفس، اشياء بتحبها. بحب علم النفس، يعني لغاية الآن بقرأ للامبروزو وبقرأ لكل علماء النفس وبعرف أحلل شخصيات كتير منيح. يعني أنا عندي فراسة كتير عالية رب العالمين معطيني إياها، بقدر أحلل اللي قبالي. هلا ما بتنبأش بالغيب، مش ليلى عبد اللطيف، بس لا بقدر يعني بعمل كاتيجوري، بقدر أميز فلان هيك وفلان هيك، فلان قوي فلان ضعيف، فلان بيحاول يخبي حاله. هذا الشيء كثير منيح. علم يس. اللي بقدر اسمعه منك انه العائله، امك بيك اخواتك كانوا محتضنينك بجننوا. وكانوا كتير متقربين، وبصراحة هذا الشيء بيأثر على أي طفل مليون بالمية. بغض النظر كان عنده حالة أو ما كان عنده حالة. العيلة بس تحتضن الولد كمان بتأثير على مستقبله وحياته. صح. كان في حدا بتحسه إنه بتتمنى عدم وجوده بحياتك، ومن أول ما خلت يا ريت ما كان موجود؟ لا، في كتير سلبيين بحياتي بس كلهم فادوني. يعني من اللي كان يتنمر علي او اللي كان رافضني او اللي صدني، ما هذا علمني. يعني انا مش حنوصل لمرحله بعيده، بس في مرحله من مراحل حياتي تعرضت لتنمر قدام الناس من شخص، بس هذا التنمر اعطاني دافع كتير كبير. شو قال لك؟ هلا الكل صار عارف هالقصه، دكتور بالجامعه اللي انت اخرتك عبصت لجاي تدرس، بس انا برايي هذا اعطاني دافع، لانه اوكي زعلت بكيت وقتها، صيحت وطلعت من المحاضره، بس الموضوع ساعات وقلت بدي افرجيه من اللي اخرته عبصته. فدائما بحكي له باي بالمقابلات، بعرف شايفني ما فتحتش بسطه لسه. عندي شركتين، واحده سكرت وواحده لسه. لا بس هذا برافو عليك، هذه الاشياء بالعكس انا كثير فخوره انه التنمر على فكره هو للكل، الكل بتعرض له مين ما كان. يس. يعني الناس بتتنمر اذا واحد زايد وزنه مثل الكي مثلا. نحن قلنا هذا بجنن، عامل بالكينج ضخمان. شوي مش كثير ضخمان عضلات عم ضخمان ببني. عضلات بس مش اكثر. يس. لا بالعكس هذا الشيء بيفيد وقد ايه بيقوي التنمر احيانا، وفي ناس حسب، بس لانه العيله بتساعد. شوفي، مرحلة الطفولة هي المرحلة اللي الإنسان رح يكبر بالأشياء اللي أخذها منها. وجود الأم الحنونة هذا له دخل كتير كبير. الأب طبعا، والخوات. أنا عندي أختين، أخت أصغر وأخت أكبر، بس مثلا أختي الكبيرة كل ذكرياتي معها غريبة. يعني مثلا أكثر ذكرياتي معها تعرف إيش؟ جيبيلي كاست مي، أكون نايم مش قادر أروح أجيب مي فأصحيها، عزة الله يرضى عليها أم سيف، جيبي لي كاست مي، تروح تجيب لي كاست مي. اختي صاحبتي كانت، كنا نطلع انا وياها ونروح ونيجي نحكي اسرار. فهاي العيله الصغيره هي سبب القوه. يعني هي اللي بتعطيك القوه. يس. عزت، انت بتحس حالك هلا حاليا راضي؟ راضي طبعا. هلا راضي عن ايش؟ عن نفسي لا. عن نفسي لا. اليوم اللي برضى فيه بوقف. اوكي. لا، مبسوط من حالي بس بيطلع مني احسن بكل شيء، فبضلني اطور بحالي. اما اني ارضى تماما لا. والرضا التام مصيبه. الرضا بالوضع ممتاز، بس ترضي عن نفسك تحكي خلص انا عملت كل شيء، لا اكيد لا. لا ابدا. رح نرجع نحكي نشوف عزت شو عم باله يعمل. عزت كيف بيفكر اكثر، عزت كيف بيحكي. بس نحن ببرنامج مش مشهور عنا فقره اسمها لحظه. وهي عباره عن سؤال وجواب. رح اسالك سؤال وحتجاوبني بسرعه. بس اشرب مي اذا هيك. اكيد. اكيد اوكي. بس نفس الوقت رح تكون متحمل مسؤوليه الجواب لانه اسئله عاديه جدا. يلا تمام ريدي. اوكي. وهلا رح نكون بفقره لحظه مع عزت. جاهز؟ ريدي. جاهز. قهوه ولا شاي؟ قهوه طبعا. صيف ولا شتاء؟ صيف. حذاء رسمي ولا سبار؟ سبار. تي شيرت بسيط ولا قميص انيق؟ تي شيرت. شعر قصير ولا شعر طويل؟ والله انا اشتقت للشعر الطويل. هيدا السؤال ما قدرت بقابلك اياه. لا انا بحب الشعر القصير باي ذا واي. بتحب الشعر القصير؟ اوكي. بتحب تسافر على المدينه ولا على الطبيعه؟ لا مدينه. مش طبيعه. صيف بس بحر. طبيعه عاديه لا. رياضه الصبح ولا رياضه بالليل؟ لا الصبح كتير بدري. اوكي. ساعه كلاسيك ولا سبور؟ سبور. جاكيت جلد ولا هودي؟ بنفع ما يكونش فيه جاكيت نص كم. هودي. صالة رياضه ولا ملعب خارجي؟ لا ملعب خارجي. أكلة سريعة ولا أكلة فخمة؟ أكلة فخمة. أثر بسرعة ولا ما آخر همك؟ ولا عبالي. بتحب العزلة ولا بتحب الحياة الاجتماعية أكتر؟ حسب. لا العزلة هلا بقى 40 يجاد العزلة. تسمع موسيقى هادية ولا صاخبة؟
اذا بالسياره لحالي صاخبه وبعليها وبفتح شبابيك والكشفه وبطير. اذا معي حدا لا، هذه كلاسيك. انستغرام ولا تيك توك؟ انستغرام. بتعيش بالماضي ولا بالمستقبل؟ مستقبل. تسمع لقلبك ولا لعقلك؟ ولا لحدا. للعائل اكثر. بتحب ولا بتكره اكثر؟ لا بحب. بتخاف من الفقد او الخيانه؟ الفقد. توثق بالناس بسرعه او بتاخذ وقت طويل؟ بثقش بحدا. من الاخر. بس نفسي يعني هي الثقه الوحيده. قبل الانتقاد ولا لا؟ عادي. هاي هن كل الاشياء اللي كنت حابه اعرفهم عنك. كرمال هيك رح ناخد هول الاجوبه وننتقل على فقره ثالثه اللي هي اسمها حوار مع خياطه. يا ساتر يلا. وهلا رح نكون بفقره حوار مع خياطه مع عزت. الله يستر. عزت نحن هلا بحوار مع خياطه. يا رب. هالخياطه يلا روحي. هالخياطه هي انا. اوكي. هلا هو بيعتبروا الفاشن ديزاينر معظم العالم صرت تخيطي عشان أوكي. هيك سميناه حوار مع خياطه. عزت هون بهذا السكشن رح نحكي شغلتين مهمين. رح نحكي على عزت، نكمل قصه عزت، بس اكثر شيء رح نشوف عزت والستايل تبعه. اوكي. عزت، شو اكثر شيء بتيابك ما بتحبه وصعب عليك انك تلاقيه؟ بكره اللبس الرسمي. انا بعرسي قلت لمرتي من شان الله بصير ما البس بدله، من شان الله ممكن ما البس بدله. قالت لي لا البس. ليش؟ اكيد هلا النسوان ما فيك ما تقول كنت بديش اعمل عرس اصلا، عشاء وخلص ورسبت نطلع نغني ونرقص ونروح. بس امي قالت لي ابني الوحيد كيف يعني فيش عرس؟ طلع حاضر. هيدي اهم شغله. بالضبط. طيب قد ايه بتتعذب تلاقي تياب؟ ذوقي صعب. وبحبش شوف اللبس الرسمي بقيد، يعني البدله بتقيد، ما بحبها، ما بكون مرتاح فيها. صح. يس بحب الاشي خلص العملي. يعني انا دائما اكبر خناقاتي انا ومرتي لما نقوم نلبس. انا بقولها بالضبط قبل ما تخلصي ب30 ثانيه احكي لي. اوكي. بعد ما قصيت شعري خاصه 1 2 جاهز. اوكي. ما يعني بطلش حتى اعلم رايي شو لابس، مش بهتمش باناقتي لاني عارف حالي وخلص. بس يعني لما نطلع على نعمل شوبينج انا حدا بغلب، بقول لك بغلب، بنق كتير وبدي كل شيء، يعني لازم يكون التيشيرت بالضبط في ديتيلز معينه بحبها. البنطلون نفس الشيء. لا دونت وري. الله يستر. دونت وري. انا اللي خايفه هلا مش لا دونت وري. الله يستر. بس هذا الشيء كتير حلو، يعني انه على القليل بتعرف بتحب الاشياء اللي بتعرف كيف تنقيها او الاشياء اللي حابب تلبسها. طيب في شي مره كان عم بالك تلبس شيء وما قدرت تلبسه؟ اغلب الايفنت بكون نفسي اروح بجينز وتي شيرت بس ما بيزبطش، يعني خاصه اذا كان الدريس كود فورمال فبروح غصبا عني، حتى بكون مبوز بالصور يعني هيك بكون قاعد لهم مش مبسوط. بس حلوه هالزقره يعني مش مشكله. بكون الكل بيضحك وانا بس هيك عامل. ليك في شغله حلوه انه احيانا في كونسبت الفورمال شوي غلط ببعض العالم، بفكروا بس انه اذا بدي اروح فورمال بروح فورمال ببدله بس الفكره الفورمال في له انواع كتير. بعرف. شوفي انا واحده من فكره تجربه عزت التيشيرت والهوديز اللي انا عاملهم انه خلص ما اغلب حالي كل ما بدي اطلع بفيديو شو البس. خلص هذا البراند تبعي اللوجو جاهز والاسود طبعا بموت بالاسود وجاهز. حبيت انك بتحب الاسود. انا لوني المفضل بكل شيء. وهذا الشيء كتير منيح. طيب عزت خلينا نرجع شوي لعزت الطفل. خبرني شوي على تياب العيد، مين كان يشتري لك اياه؟ امي ما كانت تاخذ رايي دائما يا امي لما كنت تاخذي رايي. امي بتحب مثلا التيشيرت المخططين بالعرض، بكره التيشيرت المخططين بالعرض، انا بحب المخططين بالطول. ليش التيشيرت المخططين بالعرض؟ هي بتحبهم. اوكي. امي زويقه باللبس، يعني من احنا صغار لازم كل شيء متكتك، وانا طب خدي رايي ما بحب هذا، بدي اسود. لا هلا بس البس اسود. ليش امك ما تلبسي لها اسود؟ لا يا امي بس انا بحبه. فامي بتحب الالوان الفرايحيه والهاي، فبس أواعي العيد كانت تلعبنا لعبة كتير حلوة الله يطول بعمرها. ننام نصحى نلاقي الأواعي على التخت محطوطين. اوكي. فأنت تكوني أنا مش عارف شو شارية، ما هي فاهمة كيف؟ يعني حتى لما تقيسنا خلص أنت عارفة كيف من دانك تعالي تك قيس روح مع السلامة، الصبح تلاقيها مرتبت لك إياهم وبجننوا. فكنت بالليل ما بعرفش أنام ضلني متى تجيبهم، بس يغلبني النعاس وأصحى ألاقي الأواعي على التخت. طيب لما تطلع مثلا على الحار لابس تياب العيد، كيف كنتوا انتم مثلا مع الاولاد تشوفوا مين احلى لبسه واحلى تياب؟ طيب تعي اضحكك. عمرو دياب نزل بيوم من الايام اغنيه اسمها انا عايش ومش عايش. الاوتفيت تبعه كان بلوزه صوف هون بكم، وعلى الكوع هون في اشي جلد وطاقيه.
بتذكر بجوز كان عمري 15 16، فرحنا على محل أواعي لتشتري لي أمي للعيد، وأنا صاحي يعني زلمة خلص. صاحب المحل قال لي عندي لبسة ما حدا بالعالم لبسها، عمرو دياب بس. قلت له اشوف، لبسني اياها، طبعا بده يبيع. اول ما طلعت شو هذا، مش طبيعي، عمرو دياب قدامي، بلف مخي. قلت لها امي بدي اياها، قالت لي مش حلو، قلت لها بدي اياها، وانا مقتنع انه فيش حدا بالاحمر لابسها. اجى العيد، مش الحاره، الاردن كلها لابسه نفس اللبسه. لهلا عندي الطاقيه على فكره مخبيها، الاردن كلها لابسه نفس اللبسه. هلا احنا شباب ما تفرق معنا، بنصير نسلم على بعض، بس انسى المنظر. بفهم. هلا بنرجع لقطة على التسويق، شكله كله مسوق لنفس الشيء، انه هاي لبسة عمرو دياب. والله على فكره البنات صار فيكم نفس الفيلم ايام كاساندرا برضه، بتذكرتي هذا التوب اللي الكل. نفس طبعا الجيل الطابورة. الجديد مش عارف على ايش بنحكي، احنا بنحكي على شيء بالتراث. اشياء كتير كتير قديمة. بس والله ايام زمان كانت تحل تنسيق الالوان. هلا في اشياء رجعت بالموضة هلا شوي درجة اكثر، بس في الوان احيانا بتطلع على البوم الصور بتلاقي انه الالوان مختلفة والاشياء مختلفة جدا. اقول لك سر، انا ما بعرف شيء اسمه موضه، ما بامن فيها، بحس كل واحد له ستايل معين. ايش فيه؟ اوكي، لا لا قاعد مع فاشن لا، ديزاينر. بنحكي بشكل عام. تمام. يس، فبحس كل واحد له ستايل. هلا هذا الستايل موضة هذا الانسان، اوكي. اما انا بدي اقعد البس زي ما الموضه بتحكي، انا ما بقتنع فيها صراحه. خليني احكيك المنطق والعقل، معك حق. لك ليه انا مثلا كسلام، انا شخص عندي ستايل خاص فيي، بجنن هو ستايلك ما شاء الله. وهيدا بعتبره مثل سيجنتشر، يعني Yes. لون شعري هو سيجنتشر لإلي، يعني Yes. ما بغيره، مش لانه بس لانه بلابق لي، لانه هو الي شخصيتي. هو سلام، هو سلام. خلص. ما بزبط بشيء تاني. فاحيانا في كتير اشياء بتطلع على الموضه حاليا انا ما بتزبط على لا جسمي ولا شكلي ولا شعري ولا هيك، ما بلبسها. يعني بتكون كتير موضه هيدا، في فساتين معينه، في اشياء ما بتلبق، فالعالم بتصير تقول الموضه هيك هلا لازم نلبس على الموضه. لا، هو تلبس اللي بيطلع عليك حلو، ونفس الوقت اللي بيلبق لك، بيلبق لشخصيتك، خليك مرتاح 100%. يعني تخيل مثلا انا من الاشخاص اللي ما بحب الكعب العالي، ممكن اروح على احلى سهره باحلى صباط الرياضه ممكن اعمله. صباط يعني بوت يا جماعه. بوت الرياضه اللي هو بترجم. اوكي 100%. فهو ديبيندز على حسب شخصيتك، على قديش انت بتحب الاشياء. صح، اتفق، اي اجري. وعشان هيك انا معك حق، الموضه هي كلمه طلعت بس لنعيش حالنا بوهم نتابع التحديات بيع، هذا اسلوب بالماركتينج عشان يقنعوك تضلك تجددي. 100%. هذا بس مجرد ماركتينج، ايه الموضه بتقول هيك، بس هي بالاخر حسب نحن شو بيلبق لنا. عزت بيقولوا انه انت بالشيء اللي بتعمله بتلعب دور الضحيه. انا ضحيه؟ طلعي لي فيديو واحد لاعب فيه دور الضحيه. انا ولا قلت لك ولا واحد. بالعكس، انا دائما فرجي الناس انه هذا شيء لازم يكون موجود، مش ضحيه. بحياتي ما طلعت بفيديو قلت من شان الله وشوفونا وزي بيحكوا عني المعاق الطائر، كيف ضحيه؟ في اسالك سؤال بمره، هذا الشيء فيك تفسر لي شو يعني ضحيه وشو يعني بالضبط انسان عادي عنده حاله خاصه؟ اوكي، الضحيه اللي بيطلع بتحزون. يعني انا بحكي لك امتى انا بكون ضحيه، لما تشوفيني اطلع والله ما بعرف اطلع من البيت وبتغلب، اذا ممكن يعملوا لنا رصيف، حطوا لنا عليه رامب، انا هون بكون ضحيه، لاني عم بطلب حقي بضعف وبمسكنه. بس انا بطلع بحكي يا جماعه الخير، مش منطقي رصيف في عنا 1,300,000 شخص من ذوي الاعاقه مش عارفين يمشوا بحياتهم. هذا اللي بحكيه. هلا الناس اللي غيرانين او اللي مش عارفين يلقطوا على عزة شيء بقول لك بطلع بالضحيه. انا تحدي من هون لربنا يفتكرني ان شاء الله بعد عمر طويل زي ما بيعملوا هيك. اذا بتلاقي لي فيديو واحد طلعت فيه بدراما او مثلت فيه دور الضحيه او حاولت اجيش مشاعر الناس وعواطفهم، مستحيل. انا بالعكس تماما. سلام، انا اغلب الفيديوز تاعتي بطلع بحكي بتون عاليه وبتون قويه، وبتحدى المهندس اللي عامل الرامب اللي هيك، وبحكي هاي القصص. فوين الدراما وين الضحيه؟ لا لك ليه، لانه العالم مفهومه لما الواحد بيحكي عن مجرد نشوفه واحد مختلف وعنده حاله، بقول لك ليك هلا بده ايانا نشفق عليه، لانه مفهوم الناس هيك. احكي لك كيف مفهوم الناس. مفهوم الناس تعودت انه الشخص المختلف يحكي بدور الضحيه، صح. فهم بتفضلوا عليه وبيحلوا له مشكلته. ما تعودوا عليه بيحكي بتون عاليه وبقول لهم هذا حقي. ما تعودوا عليه بروح على المطعم الفلاني او المكان الفلاني وبقول له انت مش عامل تهيئه ومخالف القانون. فهذا اللي مش عاجب بعض الناس. مزبوط. ما تعودوا انه حد. انا لما تعرضت لتنمر، والحمد لله كل يوم تعرض لتنمر، عمري طلعت قلت يا جماعه الخير من شان الله شو بيصير؟ شو بطلع بعمل؟ بطلع بتخوت علي، بتنمر علي. فالناس برفضوا يشوفوا المختلف قوي.
للاسف جزء كبير منهم بدهم يشوفوه ضعيف، ولما يطلع لهم بصوت عالي ما بيعجبهم. صراحة أنا أكتر فيديو حبيته لإلك هو لما حطيت أسماء العالم دائما بحطه، صرت احطه خلص ما تتنمروش ديروا بالكم. صراحة كتير انبسطت، مش شوي، حسيت مثل كأنه حدا فشل لي خلقي. بيستاهلوا. لانه بيستاهلوا. احكي لك انا بعتبر اللي بتنمر 3 انواع. النوع الجاهل، وهذا ما عندي مشكله معه، هو مش عارف شو بيحكي، يعني هو بتنمر عن جهل مش قاصد. والنوع الغيران، وهدول الله يعينهم على حالهم. والنوع اللي بقصد بس انه بده يتنمر. وانا صدقيني لو الموضوع مني وعليك لعزت اي دونت كير، لانه هذا التنمر بزيد الانجيجمنت، هو كومنت. بس انا بتضايق على ذوي الاعاقه اللي بيقراوا التعليقات وبتضايقوا. صح. انت يعني انا بحاول ارفع معنويات ناس معنوياتها بالارض، بتيجي انت بتكتب كلمه بتاذيه بتدمره، فتفضل يلا بدي اعمل عليك فيديو واحط اسمك. الناس ما بتفهم الاذى النفسي اصعب من الاذى الجسدي. انا انسان عامل 100 عمليه بحياتي، مليون كسر، كل جزء بجسمي تكسر، كل الوجع هذا احكي لي كيف توجعت بقول لك نسيته. بس الكلمه السيئه ما بتنتسى، النظرة الجارحة ما بتنتسى. يا عمي انت لما تكتب تعليق على فيديو عند شخص اغلب الاودينس اللي عنده يا هم ذوي اعاقة يا اهاليهم عندهم اولاد من ذوي الاعاقة، وتأذيني وتأذيهم بالكلام، لما تكتب لي شو يا منغولي. طب كم حدا داون سيدروم عندي اهله بيقرأوا التعليقات هاي ما بيفهموا. ولسه احكي لك انا ناوي اصعد من يوم مطالعة على الجرائم الالكترونية، قانوننا بجنن وحامينا. لا هيدا حقك لانه صراحة. بس تعرف الحلو انك انت عملته بطريقه مهضومه. يعني انا من الاشخاص اول مره شفت الفيديو حتى 3 مرات ارجع اعيد ارجع اقرا ارجع اقرا الاشياء، فحبيت كتير الاشياء. حبيت انه كل الفيديوهات تاعونك هن توعيه للعالم للناس، وحبيت قديش عزت بحب يساعد غيره. يعني شفت فيك انه توقف حد غيرك، بتساعد اللي مش قادر يعمل شيء، بتقله تعا انا علمك فيك تعمل اشياء اكتر واكتر. احكي لك ليه. لما كنت صغير كنت ابكي لحالي واتضايق لحالي. قررت لما اكبر اوقف جنب كل حدا ببكي لحاله وبتضايق لحاله واساعده. سلام، انا دخلت على السوشيال ميديا مش عشاني، ودائما بحكي هالكلام، بقول لهم انا مستقر، انا متزوج والحمد لله، عندي ولد وعندي شغلي الممتاز وعندي دخلي وعندي كل شيء ومسهل حياتي. انا اللي بعمله مش عشان عزت ينشهر، لو بدي انشهر بعمل محتوى سخيف بنشهر بيومين والناس فاهمه اللي بحكيه. المحتوى السخيف بيومين بنشهر. صح. بعمل اشي جدلي وبطل. انا هدفي اغير بالمجتمع عشان مئات الالوف اللي عندنا من ذوي الاعاقه، عشان انت اللي بتسوق سيارتك ومش فارق معك وبعيد الشر عنك ممكن تعمل حادث تقعد على كرسي، تلاقي مكان بس تقعد على كرسي تقدر تفوت عليه. تقدر تتزوج، تقدر تشتغل، تقدر تتعلم. انا انحرمت من التعليم قلت لك بوقت الاوقات بس لانه مش مدارس مهيئه. انا ما بدي يرجع ولد تاني يدرس بمدرسه داخليه، ما بدي اغير مجتمع وحغير مجتمع وبدأت اغير فيه. شو كان حلم عزت لما كان صغير؟ وانا صغير كان نفسي افوت على السوبر ماركت او البقاله، وحلمي الثاني اطلع على السطوح. قديش صعب انه نحن، بس انا كشخص بقدر اروح على السوبر ماركت كل شوي يا الله شو كان نفسي اروح على السوبر ماركت. قديش في ناس عن جد ما بتقدر تروح على السوبر ماركت. كانت اختي تروح وترجع معها اشياء زاكيه. من وين؟ من البقاله. هلا طفل صغير انا، شو البقاله هاي؟ واو عرفتي كيف ترجع بشبس. فانا سالني مره حدا ابوي يمكن قال لي بابا بس تكبر شو نفسك؟ قلت له نفسي افوت على البقاله. قال لي نعم. قلت له بس اكبر بدي افوت على البقاله. انت يمكن هذا الحلم ما تستوعبيه، بس لطفل صغير انا كان بالنسبه لي هذا اسطوح شيء فلكي. انه شو في على السطوح فوق هالعماره؟ ايش في؟ ولما قويت عضلاتي طلعت زحف على الدرج لاطلع على السطوح اشوف شو فيها، ومبسوط ومش زعلان. واحكي لك لهلا كل فتره بطلع على السطوح بطلع برضي غرور الطفل اللي كان نفسه يشوف السطوح. احلامي اكيد مختلفه عن اي طفل. ما كنت احلم امشي. الناس تحكي لي اكيد نفسك تمشي، والله بحياتي ما حلمت اني بمشي ولا خطر ببالي اني امشي ولا فارق معي. بس بيفرق معي اشياء زي هيك. حبيت الاشياء. وشو حلم عزت هلا؟ اغير بالمجتمع اكثر، اغير واقع موجود بالمجتمع. حلمي يجي الشخص اللي عنده اعاقه، شاب او صبيه، يطلع الصبح من بيته يروح على شغله او مدرسته او جامعته، ويطلع وسائل المواصلات ويروح على المول ويروح على المطعم هو وعيلته ويطلع يسهر واصحابه ويروح بدون ما حدا يتطلع عليه بنظرة دونية
وبدون ما يصفي في مكان مش قادر يفوت عليه، بس لانه صاحب المحل هذا ما خطر بباله ينفذ القانون. ما بنحكي يجيب إشي، ينفذ القانون. قانوننا الأردني بجنن وبيشترط التهيئة بكل مكان. حين لما الشخص من ذوي الإعاقة يروح على المول يلاقي الباركينج تبع ذوي الإعاقة فاضي، مش لأنه شاب مش جاي باله يمشي خطوتين صف سيارته بهذا الباركينج. هذا حلمي، هذا الطموح اللي إن شاء الله حيصير. برافو. أنا صراحة كتير كتير مبسوطة بهالشي، إنه أشياء كلنا بنحلم فيها، وهذا الشيء كتير حلو. حبيت إنك أنت عم توجه لكل صاحب بزنس أو عمل إنه تذكرونا نحن مرحبا، نحن هون حنفيدكم يا عمي، حنفيدكم. مرحبا. احنا جايين نشتري، جاي نشتري. برافو، جاي ندفع جايين مصاري نشتري، بس مفكرين يفوت لعندك. سلام. أكبر أقلية بالأردن ذوي الإعاقة. صح. يعني بالانتخابات إحنا بنقدر ننجح مجلس كامل ونرسبه أكثر أقلية. أي محل أي بزنس، وهلا أصحاب المحلات اللي هيئوا محلاتهم قادرين يشوفوا الأثر المالي. يعني بذكر لك اسم كم من مطعم بعد الهوا قال لي عزت زبايني صاروا أغلبهم من ذوي الإعاقة، لأنه عارفين إنه المحل مهيأ. which is good. وباي ذا واي، أنت لما تهيئي مكان سلام بتدخلي اللي على كرسي، عرباية الأطفال اللي رجله انكسرت هالكم من أسبوع، اللي أمه كبيرة، اللي والده ما بقدر يمشي، أنت متخيلي كم فئة خدمتي؟ فأنت استفيدي، هيئي محلك واستفيدي ماليا. مزبوط 100%. عزت أنا كتير بحب فكرة أحيانا لما تشوف أشخاص قراب منك أو أشخاص بتحبهم، بتخليني يجربوا الكرسي المتحرك. من وين طلعت هالفكرة؟ أوكي، شوفي، فكرة تحدي الكرسي باختصار إنه أجيب ناس مؤثرين بغض النظر عن إيش كانت طبيعة تأثيرهم، وأخليهم يجربوا كرسي المتحرك بطبيعة يومهم. يعني مثلا ابو جوليا مثلا حدا بيشتغل بالطبيخ وبعمل الوصفات وزي هيك، قلت له بدنا نجرب تحدي الكرسي، نطلع نشتري الانجريدينتس المواد نفسها من السوبر ماركت ونرجع على البيت نطبخ. هلا هو انشل بخته، هو بيشتري الاغراض، قال لي اللي بدك اياه بس اطبخه انا على الكرسي مش قادر. حبيت اوصل الناس فكره صغيره بهذا الفيديو، انه انت ممكن تكون رب عائله وتطلع تتسوق وانت على كرسي. لما معايطه صديقتي مثلا كانت عروس جديد، قلت لها بدي اتحداك اليوم تكوني ست بيت تطبخي وتكنسي وتجلي وانت على كرسي. الفكره ما كانت اتحدى لما ما شاء الله عليها عندها 100 تحدي. الفكره افرجي انه ممكن تكون السيده ربة الاسره على كرسي وتقدر تقوم باعمالها. ماريا تخيلنا انه عندها بيبي زي هيك بس كان اكبر، وخليتها وهي على كرسي تاخده وتجيبه وتغير له وترضعه وترجعه. وصلت للناس انه احنا قادرين يا جماعه الخير. هذا نوع من الاختلاف اللي بتقدر تتاقلم معاه وتعمل كل شيء. فانا كل تحدي كرسي عملت مع مؤيد مروان بطل درفت، عملنا شحطنا بالكرسي. فكل ضيف بختاره بحب اوصل للاودينس تعينه والناس بشكل عام انه انت بتقدر تعمل اللي بدك اياه اذا امنت بنفسك. مزبوط. خبرني عن اكثر تعليق ما اثر بعزت بس اثر باهل عزت. والله شوفي، بدي احكي لك عن موقف صار وانا انصدمت انه والدي اخذ عليه رياكشن وما كنت اعرف. رحت اسجل بجم بالفتره العمريه 16 سنه بتذكر، انا واصحابي اولاد الحاره خلص يصير عندنا عضلات. فسجل الاول الثاني الثالث، جيت اسجل قال لي ما بزبط. قلت له ليه؟ قال لي شو الشكل هذا، بدك الزباين يقرفوا منا؟ لا فيش تسجل هيك قال لك؟ بحكي لك اسم الجم موجود هلا. فانا عصبت وزعلت روحت رجعت لابوي قلت له هي المصاري. قال لي ما سجلت له صار هيك. قال لي بابا هذا اهبل فكك منه، وانتهى الموضوع. بس بيك قال لك هذا اهبل فكك منه؟ يا ويلي انا كنت نتفته. بكتشف ثاني يوم انه ابوي رايح على المحل ومتخانق معاهم وماسك الزلمه من هوايه ومطلعه برا وعامل مشكله كتير كبيره. انا ما عرفت منه. انا صاحبي اللي مسجل بالجم قال لي ولك هيك عمل ابوك. فهذا يعني موقف اثر باهلي اكثر مني. مين هن الاشخاص اللي بتحس انه هن ملهمين بعزت؟ كل شخص ممكن بلهمني بشكل، يعني مثلا امي بتلهمني بانها مربيه اجيال، والدي بلهمني انه زلمه عصامي عمل حاله من الصفر، اختي بتلهمني بالكارير اللي قدرت تعمله، زوجتي بتلهمني بالحب، يعني ما فيش حدا بلهمني بالحب قدها. انا كنت اسالك عن هذا الشيء. لما رحت طلبت زوجتك قصه شو كان ردة فعل اهل زوجتك؟ رفضوني. منطق. وانا هلا سلام، انا شخص من ذوي الاعاقه، ولو عندي بنت ويا رب يرزقني ببنت ادعي لي ان شاء الله. بحب كثير خفة البنات. ويجيني شخص من ذوي الاعاقه اول موقف راح ارفض لغايه ما يثبت جدارته. ما فينا ننكر، انت تكوني على كرسي بدك تكوني قويه زياده.
يعني الافورت اللي انت بتعمليه والناس اللي بأديوا بعمري بيعملوه انا مطالب مني اعمل 3 اضعافه عشان اعمل نفس الشيء اللي هم بيعملوه. فاذا ما كان عندي القوه اعمل هذا الشيء ما بنفع. فكأب هو الله يرحمه حماي لما رفضني مره ومرتين وثلاثه خايف على بنته، بس لما اثبتت له وهي جدعه كانت قديش وقفت وافق. حدك؟ على طول ما في، خلص كنت انا قرارها ما فيش، لا رجعت عني. بسألها كل يوم لما بقول لها ندمانه بتقول لي صار لنا 11 سنه صار لك 11 سنه بسألها نفس السؤال كل يوم. وقديش بتحس انه شو ممكن تحس حالك عم بدك تقدم لها لمرتك؟ حبيبتي هاي هلا فيكك من مرتي، مش مهم منها مرتي. انا كان طموحي قبل ما اتزوج انه الانسان اللي بدي اتزوجها تنفع تكون صاحبي وصاحبتي وحبيبتي، وهذول ال3 شغلات الحمد لله موجود بزوجتي الحمد لله. فبالنسبه لي خلص الكمال عندي يعني. برافو، هذا الشيء كثير منيح. عزت بدي اسالك سؤال، قديش بتحس انه الستايل والفاشن والموضه وهول الاشياء مهمين حاليا خصوصا بعالم التسويق؟ مهمين جدا. انت اصلا بدك يعني الله يسهل عليه دكتورنا بالجامعه كان لما يشرح لنا التسويق يقول لك انت بتقدر تسوقي حالك قبل فكرتك. فانا عشان اسوق نفسي لبس اللي بيسوقني، انا ما بحكي على السعر تبع اللبس، طريقه اللبس. صح. يعني انا لما اجي مثلا بدي افرجيك اني انا شخص قوي، بدي اعطيكي مثال، او مثلا حجم كبير بلبس تيشيرت قصير ببين البايسبس تبعتي، فانت بعقلك الباطن بتشوفي عضلات. بدي افرجيكي انه انا مثلا انسان جدي بلبس يونيفورم مع بدله معينه مع طريقه السوت مثلا بتكون فاهمه علي ديتيلز الصغيره، هاي اللي بتسوقني عندك. فانا حسب شو الهدف اللي رايح اعمله. بتشوفي رؤساء الدول وقت الحرب بلبس اللبس العسكري، وقت السلام بدله، وقت الاستقبال كل إشي له لبس. فاللبس بيسوق الشخص، كل شيء لبس وكل مكان له لبسه لبسه. عشان هيك انا كثير بحب هذه الجمله، لانه انا فكره البراند تبعي طلعت لوك ولوكيشن، اللي هو بنختار اللوك على حسب اللوكيشن. واو حبيت. فهي البراند اللي هي اصلا سبونسرد مش مشهور هي لوك ولوكيشن، على حسب انه انا عم بجرب اخبر العالم لوك لوكيشن انه اللوك انه في ايام عالم بتقتلني باللبس اللي بيلبسوه بلوكيشن مش لازم خاصة بالعزايات وهاي القصص. هاي اجري لا انه لا ما فيك تلبس هيك، ما فيك تعمل هيك، ما فيك تحط اكسسوارز هالقد، ما فيك يكون الميك اب هالقد، كل ستايل تبعك ما فيه يكون هالقد باماكن معينه. كرمال هيك طلعت بوقتها بفكره لوك لوكيشن. برافو. عزت رح اسالك سؤال، بتحس انه عندك اعداء؟ لا يعني في اعداء بمعنى عدو ما بعرف، لا بتخيل لا، ولو في يعني هم حرين مع حالهم. وقديش عندك جرأة بتحس انك انت تغير لبسك؟ جريء. ما انا غيرت ستايلي، غيرت شعري. انا بين يوم وليله رحت عند الحلاق قلت له خفف لي شعري، خفف ما عجبني، مسكت المكنه عملت هيك وروحت على البيت. ابني قال لي شوي يو ايش قال لي اج هيد اج شيء زي هيك، صار يتنمر علي. هي الفيديو عندي على الانستغرام فبغير ما عندي مشكله. وهذا الشيء كتير منيح. انا بحس قديش بتحس مثلا انه العالم الناس اللي عندها حالات خاصه، بغض النظر شو الحاله الخاصه، انا بحب استخدم مفهوم الحاله الخاصه، كتير يستثنيوا من الموضه والستايل. يعني مثلا ولا مره بحس انه في حدا اجى قال بده يعمل فاشن او موضه لناس عندها حالات خاصه او اي شيء. نرجع لنفس الفكره نفس اللي كنت الفكره أحكي لك صح إياها. لانه مش بعتبر انه هن بيستثنوه لانه هن اخر شيء ممكن لحدا يطلع. ولانه كمان جزء كبير من ذوي الاعاقه ما بيهتم بلبسه. ما قعدتي فتره تشوفي اي حدا على كرسي ما بيلبس شوز؟ صح. ليه مزبوط. طيب ليه؟ او مثلا بالدراما بالتلفزيون بحطوا لك بطانيه على رجليه، ليه؟ اكزاكتلي انا ما بعرف ما ليش فيش. ما في عاصر حلاني بفيديو كليب عذبوني لما شلوه حطوا له بطانيه، ليه؟ لا ليه هذيك المره كنت احكي فيها ليه؟ او عشان يعذبوه زياده. او بس بتلاقي اواعيه خلص لونها داكن، لا البسوا عادي يعني بالعكس انت لازم تتأنق اكثر. انت لما تكون على كرسي مثلا او على عكازات او على وكر بس تطلع الانظار عليك اكثر 100% صح. فبدك تكون قادر تقدم نفسك باكثر طريقه ممكنه، باحلى طريقه ممكنه. برافو عليك. كرمال هيك شو بتقول رساله للاشخاص اللي بيشتغلوا بالفاشن بالستايل ولا الاشخاص اللي عندهم حالات خاصه؟ اللي بالفاشن اللي بالستايل بقول لهم يعني بدكم تبيعوا فاعملوا لبسي يزبط للكل، وللي عنده حالات خاصه انه باشا ستنا
بدك تزعل تكتئب بتروح عليك الدنيا ماشية فيك وبلاك، انبسط قد ما بتقدر مهما كان وضعك صعب، بكرة بدك تموت. إذا زعلت اكتئبت الناس أكثر من تتعاطف معك بنظرة ما راح تفيدك. فلا، روح البس انقش زي ما بيحكوا، رتب أمورك وانجوي انجوي. انجوي انجوي. تمام. مادام هيك عزت جاهز انه نشوف To enjoy؟ ونجرب تو انجوي. جاهز بس جاهز اكثر لنشوف ستايل جديد انا وياك. جاهز. وهلا رح نروح على فقره لوك لوكيشن مع عزت لنشوف الاوتفيت الجديد. خايف؟ شوبت. اكيد كلها جاوبنا. تمام. يس. عزت، وصلنا هلا لمرحله انه نحن سكشن لوك لوكيشن عم نلبس الاوتفيت تبع عزت. اوكي تمام. كرمال هيك عزت، هلا نحن اعطيناك الاوتفيت بس حطينا لك بعدين الاكسسوارز اللي بعدها ما مبينين لك وغمضنا لك عيونك. شو توقعاتك بس؟ توقعاتي مش عارف صراحة، غريب. يعني لا انتوا يعني حطيتوا لي اشياء انا ما بعرف، مش متعود احطها فما بعرف يعني طاقية مش عارف. لا كتير غريب. اوكي متحمس. وانا صراحه انا متحمسه اكثر منك، متحمسه اشوف رده فعلك عزت. يلا. لانه احنا عم نحكي هونيك قلت لي انا كثير بدقق على الاشياء وهيك، بصراحه انا توترت شوبت انا عنك. مش انت، انا اللي شوبت. طيب عزت، اذا في حال ما عجبك الاوتفيت شو رح تعمل؟ لا ولا اشي، سلامة خيرك. شو يا مشحره الجلي شو هيدي؟ لا ولا اشي، سلامة خيرك. ولا شيء ابدا. لا انا واثق بذوقك سلام، عشان هيك اصلا اجيتك على البودكاست. ثانك يو. ميرسي عزت عن جد، ثانك يو. طيب نحن رح نعمله هلا. في شيء حابب تقول لي اياه قبل ما اشيل الشال عن عيونك؟ استمتعت بس. اوكي. يس. تمام. بتحسها هيك شيء جديد، تغيير؟ تغيير صح؟ يس. غيرنا جو اليوم. غيرنا جو كتير. ايه تمام. يلا جاهز؟ جاهز. 1 2 3. فكرة مش مشهور، فكرة فلكية وجديدة، كرياتيف كتير. وصراحة حبيت كيف انه كل بارت في اشي، فانت يعني انا كحدا كنت جو هذا الشيء ما حسيت بملل 1/1000، وبتخيل برضو اللي حيحضر ما حيحس بملل بالمرة. كتير فانكي حبيت. حبيت. هاي بتعرفي هاي بدها فوتو سيشن صارت خلاص. ما هلا هعمل لك فوتو سيشن. كتير حبيت. حلوة كتير حلوة. الاوتفيت خيالي. اول شيء جريء، وانا حابب انه جريء، وغير بشكل كامل. بصراحة انا محتاج هذا الشيء حاليا، ابدا ما توقعته هيك، خاصة الاكسسوري اللي معاه فانكي وفي صخب هيك بمثلني. حبيته وحبيت الالوان تبعته، خاصة انه في اسود. فنانة، برافو. انا صراحة بس شفتك هيك انا عم بضحك نفس الضحكة انت ضحكت. لا حبيت كثير، حبيت. مش عم بجاملك، ما عمره بحياتي خطر البس هيك. هلا شيالات يعني بلبس لي كل 7 سنين مرة، اخر مرة لبست مع بلبل، بس هيك لا. وطاقية بهاي بحياتي ما لبستها، وسكار من جوا برضه لا. مش عارفة ليش حاسة انه ممكن يكون عن جد بلبقولك والشابوت بلبقلك. بالبقولي برافو. طلع حدا تاني صح. حدا تاني يعني مختلف. يعني حتى انت ومغمضين عيونك في كذا حدا بالتصوير عامل هيك انه استغرب. يعني اسمعي، افلام المافيا الايطاليه عرفتي هذا اللي بيكون هيك خلص عقاد فاثر. اكزاكتلي 100%. قديش انه هون فينا نوصل مسج حلوه انه حتى الاشخاص اللي بيكون عندهم حالات خاصه عادي في لبس بدهم اياه هون، يعني بدهم اياه هون، وفي غير الستايل تبعه كله طلع محلاه. لعبه مع الكرسي بعدين. برافو، جايبه بنطلون اسود. برافو. لازم مع كل شيء عشان تطبق على الاشياء. بس انت فيك تلبس اللي انت بدك اياه والشيء اللي انت حابه من دون ما حدا يتدخل. صح. برافو. خلص جهزي لي 4-5 لبسات. سلام طفلة من جوا بشكل لا يصدق، بيضة وكتير كتير قريبة من القلب. بس إذا بدي أحكي لها رسالة صغيرة، خليكي زي ما أنتي، ما تتغيري أبدا، وخلي الطفلة اللي جواكي هي اللي تقودك.
تكرم عينك، جهز لك 4 اسمع 5. جابل جد كتير حلو، حبيت، بعدين خفيف وما في التقييد اللي بحكي عنه، يعني اللبسه فلكيه، لا حبيت. برافو. طيب عزت، نحن بفقرة لوك لوكيشن تحت مش مشهور. اوكي. إذا في حال عجبك الأوتفيت رح ناخد قلم حمرة ونمضي على المراية بقلم الحمرة. اعطيني قلم اللي بدك اياه، بمضي لك بالعشر ابصم. لا انت عزت نبيل دمام. أوه كثير حلوة. هذا النكريم تبعي. لا كثير حبيت، برافو. رسالتي لكل الناس اللي عم تحضر الفيديو هذا، اول شيء عملتوا سبسكرايب ولا لا؟ اذا مش عاملين سبسكرايب راح عليكم بلاوي، اذا ما عملتوا لايك فانتوا ما بتدعمونا، واذا ما دعمتونا فاحنا ما حنوصل لحدا. وكمان مهم كتير تعملوا لي الي صوت تلخبط فولو. انا موجود انستغرام، فيسبوك ويوتيوب وتيك توك واي بلاتفورم، لاني بدي اوصل لكل الناس. يا جماعه احنا مرات بنشوف كونتنت مش مفيد بنعيده مرتين ثلاثه وبنفوت بنكتب تعليق سلبي، احنا هيك بندعمه، ما بالكم بالكونتنت الايجابي، ادعموه لانه بيستاهل الدعم.